ماشي وربنا ما واخد بالي منه. يلا. انا بجمع بس، انا عمري ما اتماشي على حد غيرك يا تيمور. ده انت نسيوه. اسندني يا تيمور عشان الكعبل بتاعي اتكسر. بقول اقوم انا بقى واسيبهم لوحدهم. حاسس ان جيت في وقت غلط. سيد الرئيس، والله ما عملت حاجة، والله العظيم ما باش. بس صح والله صح صح؟ يا ابني، والله صح. والله صح. خلاص بقى البرنامج. وربنا ده انا نفسي اشنيرك مش امينصك. طب لا يا مؤمن بالله انا اسف يا ابو، طب انا خلاص طيب خلاص وحياة اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج طصه وشبر. طصه يعني ايه تنين؟ طصه اللي بيجاوب اجابه صح بياخد نقطتين. وشبر يعني ايه؟ شبر بيبقى اقرب واحد للاجابه بياخد نقطه. وابعد واحد؟ ابعد واحد بيتماينس. يعني ايه؟ بينقص منه نقطه. الله عليك، شكرا ليك، حفظت خلاص. اللي في النص ده بيفضل زي ما هو. اسهل واسرع شرح للعب. اقول لك على حاجه، انت هتاخد بوينت. ده تطبيل ده. لا كوسه بقى بتمشي ما انا ازاي؟ كنت قلت الجمله دي بخط ما ولا اي حاجه. طب اصبر بس بعد اذنك، لو هو قالها تاني اديله النقطه. ماشي يعني انا قلتها اهو، انت طيب. قولها بقى. قولها تاني يا زميرة، ولو قلتها انا هديك نقطتين، نقطة من عند التنين ونقطة من عندي. ايه في ايه؟ اقول يعني ولا آه. هتعمل فيديو جديد؟ قول يلا. لا ماشي يا صاحبي. طصه والشبل. اه طصه يعني ايه؟ لو جاوبت على اول حاجه صح بتاخد نقطتين. يعني لو اللي معاك اللي قاعد جنبك جاوب اقرب حاجه ليها بياخد نقطه، واللي ما بيجاوبش خلاص بيتمنص بينزل نقطه. بس مش اكتر يعني، وهي ديت الموضوع كله. بس شكرا ليك يا زمير، 4 شكرا نقط. ليك. اديله ماينس نقطتين يعني فاهم. صاحبي انا هديك يا صاحبي. صاحبي انت لو ما وقفتش في صف انا هصفي. اتكلم يا مؤمن. انا هديك نقطة صاحبي عشان انت اتكلمت باسلوب عجبني. ربنا يخليك يا مؤمن. تمام. شكرا. وانا ايه طيب؟ انت زي ما انت، انا زي ما انا انا مش عارف ثابت على المبدا صح. اللي تشوفه صح. بتشوف كده. زميرة واحد والتنين واحد والامير صفر، بدون لسه ما نوزع حتى الكروت. هنحيز هو لابيس الصفر الاولى ده بقى من صعب. اولها فاهم انت. لا هو خلي بالك، انا شغل كنت اقول لك أبيس الأولى كلمتين ده أنا حلوين عارف. يا صاحبي هتميل دلوقتي، ناحية بس انت أبيس بتقول أبيس الأولى، انا فما كده هغير تكترش. كلامي. كنت هتقول ايه يا صاحبي؟ كنت اقول يا صاحبي انت اما مثلا بتبقى صفر، ده الوحيد اللي بيكسب في الحلقه. ليه؟ دي بتبقى بدايه مبشره، مبشره وانا تحت. عادي يا عم، في ايه؟ طب ما انا كنت سالب وكسبت حلقه قبل كده، نوزع كسبت 3 الكروت. حلقات. اه يا عم انا عارف ايه مش اه بقول لك، هي بتبقى في البدايه صفر وبعد كده بتشرب. الكارت ده بيخلي صاحبه يتحكم في ترتيب الاشخاص اللي هتجاوب على السؤال الاول بشرط تحديد ترتيب الاشخاص بعد معرفه نوع السؤال وقبل ما يتقال السؤال. ماشي، عرفت تعمل ايه بالكارت ده؟ عرفت يا صاحبي. توكل على الله. مين هيجاوب بقى الاول؟ ما المفروض بيقول لي بعد ما اعرف نوع السؤال. جغرافيا. جغرافيا. توكل على الله انا هجاوب. بعدي التنين بعدها زمير. ده حلقة هتبقى دمار، ده انت هتاكله علقة موت. اللي جاي احلى صاحبي مع بيتك بس سحلة، صدقني سحلة ثانوي عام والله. ولا صنايع؟ ايه؟ ثانوي عام ولا صنايع؟ لا ثانوي عام. اه ده مهندس يا ابني في كلية هندسة ده. كلها مهندسين. لا في كليه هندسه بجد من صاحبي اللي شاو بقى مش هندسة زي اللي هندسة؟ قعدوا. لا ايوه يا عم والله هضحك عليك ليه؟ السؤال بيقول ايه هي عاصمة اليونان؟ اليونان. سهله. يا الله. هندسة. عارف اليونان؟ عارفها صاحبي، كانت في فيلم الديلر بتاع احمد سعد، كان بتاع مين؟ احمد السقا. مش كان مسافر اليونان؟ ده ابو العربي. ده ابو العربي، ما كانش التاني كان في اوكرانيا. اه طب ايه ما عاصمة عندكش اي حاجه اليونان. لليونان؟ هو في مالك اليونان يا زميرة، في دلوقتي في حاجة معاك ولا اليونان. ايه؟ ايوه صح. ماشي، عاصمة اليونان. نقول اليونان يا صاحبي ونروح للتنين نشوف. نقول اليونان. اجابتك هتنين. عاصمة اليونان مدغشقر. لا ما كانتش مدغشقر، يعني كانت حاجة تانية. ايه يا حبيبي؟ عاصمة اليونان يا حمد. ما هو هيجي له هنيجي لدول.
موسكو وما حولها. وما حولها. يعني هو العيب اللي هناك ده. ايوه. نروح لزمرة. اليونان صح. يعني الاسكندر انت ما رحتش المقدوني. اليونان قبل كده؟ انا اخري بس كبرى يعني. عاصمة اليونان اسكندرية يا صاحبي. ماشي يا تنين، اسكت انت بقى، ريح على جنب. ايوه. اديني اجابتك يلا زمرة. مالك يا زمرة، في ايه؟ لا ما اعرفش يا صاحبي، مالك في ايه النهارده؟ ما اعرفش يا صاحبي، انا معلش. مش حاسك، خلي بالك. معلش يا صاحبي، بيعمل الشغل بس ومسافر الصبح كمان كام ساعه كده. الله يعينك، الله يعينك. عيطش. هيدي لك نقطه عشان احسب لكم ايه بس؟ انت يا عمرو يا هندسه صاحبي؟ بتاع الصنايع جاب جاب ايه؟ جاب جاب ايه؟ 19. سأله ايطاليا قال له برلين. جاب ايه؟ جاب ايه؟ آه. الاجابه اثينا. اثينا؟ يا نهار ابيض، ارسطو وافلاطون طب ما قلتش ليه؟ ولا احنا بنتفلسف لما السؤال يتجاوب؟ ده اللي كانت في مسلسل اسيا. يا اسيا كان اسيا واثينا ايه؟ ايه العلاقه؟ عارف يعني اسيا؟ حاجه جنبها، لو كنت قلت اسيا كان عطاني درجه اصلا. بجد؟ ماشي. ماشي، شكرا يا زمير حب حبيبي. عمرك اسيا دي. السؤال التاني تاريخ. مين اللي هيجاوب عليه؟ تاريخ. مم. زميرة تنين بعدها. وعشان تاريخ بيشغل دماغه في الحلقه وهيشمبركم. السؤال بيقول يا زميرة، في اي سنه اديله بقى، قلنا. انتهت عصبه الامم؟ خش عليه. اظبط. عصبه الامم طب هي ميلاديه ولا هجريه؟ ميلاديه صح. والله والله ميلاديه. لو انت عايز تديها لي عارف الفرق بالتاريخ ما بين الهجري انا مش هقول لك الميلادي حاجه. والهجري؟ لا، بجد؟ هو لسه قايل ميلاديه وهجريه. فانت عامل فهمان. فكر كده، معاك 10 ثواني. ماشي يا صاحبي، انت كانوا 5، انت اللي زودت لي ما انا لما المفروض هم بيبقوا 20 ثانيه، انا على حسب انا قلت لك امتى. وبجاملك انا غلطان. حرج انت. ميلاديه. معاك 5 ثواني. ممكن اعمل كده بقى، بس انا كنت هحطه فوق. 5 ثواني خلصوا. لا، اديني اجابتك. والله ما اعرف. ايه؟ عمرو لو تعرف قول للراجل حاجه يا عمرو. 1800 1900 1900. انا هرمي في السكه دي. اديني اجابتك يلا يا زميرة دلوقتي. عارف ولا مش عارف؟ 1700 صح. 1000 كام؟ 1700. 1700 بس. ساده ماشي. 1700 مش عارف، مفيش اي كستر. انت تنين. ما تمشيش ورا. ممكن اجين تاني السؤال تاني؟ اجين. في اي سنه تم انتهاء عصبه الامم؟ اتحلت سنه كام؟ 1900 صح. 1900. الامير اجابتك. نقول 1910. 1910. الغالب في القريب مش بعيد. فاهم، انا قلت لك 1800 1900. هو بيبحث عليها لسه على النت. ما ينصك على لا يا بص، لا يا مؤمن، انا بتكلم بعربي. وربنا ده انا نفسي اشنيرك مش همينصك. طب لا يا مؤمن، بالله انا اسف يا ابو، طب انا خلاص، طيب خلاص، وحياة امك يا مؤمن، خلاص خلاص طيب. حلفتني بالغالي، اعمل ايه بس؟ زي بس كل مره احلفك. خلاص، لا هي مره يا شغلانه. الاجابه سنه 1945. انا اقرب واحد. 1900 بيقول. انت انت انا خليك الحدود دي. انت ما انت كنت قلت ونفعت. ما انا قلت انا اللي اقرب واحد. ماشي، هتاخد درجه، ماشي. اقرب واحد للاجابه. الاميره صح. 1915. وانت قلت 1910. انا قلت 1900 بس. هو قال 1910. ماشي، يعني كده زميرة هيضمنص. مانيوس. شفت والامير واحد. خدته بالحب في الاول، ما بيدومش. استنى جاي لك. السؤال اللي جاي علوم. مين اللي هيجاوب عليه؟ سؤال ايه؟ السؤال اللي جاي علوم. علوم.
ابدا انا بعدها زميره بعدها التنين. مش هنلحق والله الزميرة جايه خلاص. معاك ماشي. يا صاحبي بخليك بعدي على طول عشان لو ما جبتهاش أنا انت تقوم أجيبها. داخل على طول انت تودي. مش ماشي. أنا مش عارف انت ايه دماغ النهارده انت. دماغ ايه مالها الدماغ مش عارف، مش عايز تجاوب تفرع، عايز اسقف لك. بجد. ان شاء الله تسقف لي اللي جاي. حبيبي صح. لو ما سقفتليش اللي جاي تسقف لي في فرحي كده. يلا يا عم. ايه هو اكبر كوكب في المجموعه الشمسيه؟ يا نهار ابيض، يا نهار ده سؤال ميه. بجد ايوه ده ميه. عن اقتناع ولا حب؟ لا عارف السؤال ده. المريخ. هجيبه. الله ده خلع منه، يبقى انا هجيبه كده. زميرة اجابتك. عطارق. مين طارق ده؟ عطارق. عطارق. اه صح. اجابتك يا صاحبي. المشترى يا صاحبي، هي المشترى. يلا زود 2 كده والسرعه. ورب العزه انت اخلاقك اتغيرت من يوم ما دخلت البرنامج ده. عيب عليك، الثقافه حلوه يا عمو. العلام والله كنت حلو. هقول. كده التنين بقى إيه؟ 3، ماشي. الامير انا 1 جاوبته غلط ما انا بعرف. وزميرة انا 0. جاوبتها غلط. ماشي صح. السؤال اللي جاي رياض، مين اللي هيجاوب عليه؟ رياضه. ماشي ابدا انا بعدها التنين بعدها زميره. انت والتنين وزميرة. مين المنتخب اللي فاز بكاس عالم 2014؟ 2014. اسبانيا. اسبانيا. مين اللي هيجاوب بعدك؟ التنين. التنين اجابتك. 2014 ودي برازيل بقى خلاص. المانيا. صح المانيا. المانيا كسبوا البرازيل 7-1 السنه دي ولا 6-1 تقريبا. صح ده اللي اتعمل في ريو دي جانيرو. اجابه وعملوا صحيحه تصل شوف التنين. المراقبة. اللهم صل على عطوا غششوا خلي بالك. خلي بالك، عادي هي غشيش الفكره اللي انا باخد محدش بالي غششه من حاجة. السؤال بعدها مش فاهم ايه الغباء ده. صح كده كسب كان النتيجة. 6-1 ولا 7-1 كان في الحدود دي، في الرينج ده. في الرينج ده. التنين 5، أنا الامير 1 وزميرة 0. وبعدين الولد ده كده مش نافع. يا عم محتاجين مش عارف. نعمله حاجه. السؤال اللي جاي جغرافيا. تعالى يا باشا تعالى عندي بعدها التنين بعدها زمير. ماشي صح. انت سايب زميرة في الاخر ليه يا صاحبي؟ اخويا يا عم بيحبني شويه. ما عشان لو ما جبناهاش انت انا تيجي. اجيبها صح. انت التاني مزاولك والتالت مزاولك. لا مش طب إيه؟ مزودني، خلي بالك انا بجد؟ كده فرحان. انت كده تمام في الاخر ماشي. السؤال بيقول ايه هي عاصمة النرويج؟ يا ربي بقى. النرويج. 6 hours later. النرويج دي قريبه من انجلترا صح؟ يعني روسيا. نقول لندن نقول عشان لو جت في انجلترا نبقى قريبين. اجابتك النرويج يا التنين النرويج. ما اعرفش والله. يا ابني ما فيش غير الجزائر بالظبط وتونس هم دول اللي عاصمة مالك نفس بس؟ الدوله يعني. ما تفضلش تكررها. عاصمة النرويج لا خلاص انا خدت اجابه. لوكسمبورج. لوكسمبورج دي دوله يعني هي جنب النرويج فعلا. اجابتك يا زميرة. لا ما اعرفش، اصل كان الدحيحه ما قالوش. الاجابه اوسلو. اوسلو اتفاقيه اوسلو والله مش فاهم انا. الدنيا بايظه كده ليه. انت قلت ايه لوكسمبورج؟ لوكسمبورج. لوكسمبورج. اخليك تجاوب اللي جايه دي اول واحد حبيبي ايا كانت هي ايه والله. معلومات عامه صح. نبدا يا عم بسميره ماشي. بعدها انا بعدها التاني. السؤال بيقول في اي دوله يقع برج ايفل؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، لا ما عرفتهاش. مش عارف تاريخ بلدك. مش عارف. برج ايفل. قرب بس من المايك عشان صوتك يبقى باين. والله كده مش وقت يعني تبقى قريب بس. ماشي. برج ايه في المال كرمون. فيكم مش شايف. انت والظلم. يا نهار اسود، مش عارف برج ايفل فين. قال لك بلد برج ايه ده في ابيس يلا 5 ثواني ركز معايا. مصر. عالمي عالمي يا ابني. طب استنى بس نعرف في انهي محافظه. القاهره. في القاهره.
هو مش بمصر. انا انا هجاوب الصراحه فرنسا. يا عم أجاوب عمالين أنا؟ يهزروا يا صاحبي اجاوب والله. انا. صح فرنسا دوري. يا صاحبي. مالكش دعوه بيه. دوري. الاجابه فرنسا. فرنسا، انا قلت فرنسا والله دلوقتي. فرنسا اجابه صحيحه، النقطه بتروح للامير، بيبقى ليه يا عم انا قلت 3 نقاط. انت مش قلت مصر؟ ام الدنيا صعب وتسامل يا حبايب قلب، ايه يعني؟ انت جاي تهزر، خلي بالك. شربتها كولومبيا. بعتك وحشه الصراحه. والله هو قال لك الدنيا السؤال اللي جاي لا. رياض، مين هيجاوب عليه؟ نبدا بزميره، بعدها التنين، بعدها ما لكش في الرياضه. لا سايب نفسي في الاخر والله، يعني سيبكم تجاوبوا. مين اللاعب اللي فاز بالكره الذهبيه 7 مرات؟ اهو هي اجابتين، يعني لو عدت من ده هيخش يشوط. انا مش بالظبط، هاجي انا في السكه. فكر بقى. ميسي. صح والله صح صح؟ يا ابني، والله صح. والله صح. خلاص بقى البرنامج انت كنت هتعمل ايه؟ ايه كانت حركه وينزع، حافظين انا هو في الكهرباء وكده. وصل بتوصل من الارض على بيولع. يا ابني اجري اجري. تخيل اللي قبل كده في حاجه ولعت في الكهرباء، رحت اجيب ميه اطفيه. بجد. والله لسه صغير. ايه اللي حصل وقتها؟ لقيت واحد بيقول لي ارجع بالميه دي. رحت جبت رمله. كده زميرة معاه تلاتة. نقطتين، 3. 2 بقى. ما انا اتمنيصت. الامير 3 والتنين 5. ربنا يحفظك يا تنين. عليه بقى التنين كام؟ 5. 5 ولا البس ده الزونت. صعب. السؤال اللي جاي جغرافيا. شتمنا يا مؤمن، خلي بالك والله. مش انا. ايوه هو أيوة. عم شتم. ما انا ما سمعتوش والله شتمني، المفروض تمنيصه في 2. والله، لو سمعته لما ينصوه. ماشي يا صاحبي. استاذ مؤمن حكم عادل. السؤال اللي جاي يحفظك. جغرافيا، مين هيجاوب عليه؟ التنين، بعدها انا، بعدها زمير. حبيبي يا حبيبي. ولا واحد فيكم هيجاوب، بجد؟ مع ان السؤال ده مراجعه سالناه قبل كده. طب خلاص، لا ده لعبتي بقى. ايه هي عاصمه سويسرا يا تنين؟ سويسرا. استنى طب استنى. A few moments later. سويسرا دي اللي بيلعب فيها مين صح؟ اللي انت لو عرفت مين اللي بيلعب فيها تعرفها يعني. بازل. نادي بازل اللي صلاح طلع فيه في البدايه بعد المقاولين وبتاع، ده في سويسرا. فرمي بازل. لا لا لازم. ليه؟ بنين يا صاحبي. بنين. هي مش عارف انت جبت الاسم ده منين، بس دي دوله في افريقيا. دي عاصمه دوله ثانيه. لا هي غلط. اقوله مين اللي هيجاوب بعده؟ انا، المفروض انا جاوب. عاصمه سويسرا. أه... نقول بيرن. جبتها منين دي؟ عارف لا يا صاحبي، ما هو جاوب مره كان قايل لي قول دي، كان قايل لي قول بيرني. والله كان قايل لي كده. ما انا ما هو قال مره، انت قلت ما تاخدش 2 ورا بعض. انا قلت سكه بيرن. ودغري. أنا قلت- لا انت قلت اول مره حاجه ثانيه. ما قلتش يا ابني، بيقول لي عاصمه سويسرا. يعني سويسرا، هو ده السؤال. تقول بيرن صح. انت كده بتخلي بالك، انت كده بتلخفن. دي انا عملت ايه؟ ماشي 1 صح. حبيبي. بسم الله مش تمام. كده 5 سم الامير بقى 5 يا لهوي لو كنت قلتها كان حد. والتنين 5 وزميرة 2. لسه عرفت. لا والله ما بتابعه لك يعني، حصل. لو حاجه في دماغي لا فاهم. والله بس بس أنا- السؤال اللي جاي تاريخ. نبدا بالتنين، بعدها زميره، بعدها في اي سنه تم افتتاح قناه بنما؟ عملت ايه؟ بنما مش قناه تلفزيون بس عشان تبقى فاهم، دي قناه زي قناه السويس كده. زيك انا بلمن. طب فين القناه دي صح؟ في في بنما. دولة ايه؟ يعني في بنما. ممكن 1800 بيلتسي بعمل. انت بايه؟ فكر. 1846. 1846. بحب ثقتك وانت بتحط الرقم. ان شاء الله اخد انا ورا بيجيب. هي هتلاقي 47 46. مين اللي بعده؟ زمير. جاوب يا زميرة. 1843. 1843. 43 و46. التنين 40. اجابتك 1840.
عشان هي ان شاء الله قبل كده يعني. الإجابة الصحيحة 1914. النقطة هتروح للتنين حبيبي صح. واللي هيتماينس الأمير. حبيبي كده الأمير هيبقى 4 والتنين هيبقى 6 وزميرة 2. انت كنت رفعت فوقيه حل 3 عشان لو اتمنيص انزل 2. ما تشوف كروتك ما عندكش حاجه أستاذ تستخدمها. اتمنيست ده تطلع في حاجه حلوه كده ايه كفر ده بيخلينا قلب بعض. حد عايز يستخدم كارت؟ بس لسه شويه سيبه شويه. السؤال اللي جاي ايه بعد الزمن؟ شعر براحتك. شعر عربي قديم. نبدا بملك الاشعار التنين، بعديه زميره، بعدين انا. اللي هجاوب على السؤال ده يا جدعان ليه مني جدعانة 5 نقط. لا طب ما لا، أي تقولش حاجة. ليه 50 جنيه ولا حاجه. يا عم أقول لك على حاجة، ليه 5 نقط و50 جنيه. ماشي يا سيدي. مبسوط كده يا زميرة؟ ليه توب يا عبد. في واحد بتاع جمبري تحت سندوتش ب 20 جنيه. ركز بقى يجيبوا سندوتشين ونص دول مثلا، فاهم؟ ركز بقى عشان السؤال ده على 50 جنيه و5 نقط. وحياة امك لو انت قلت عليه بالنص. انا مسافر على الجيش بكره ادوني 50 جنيه بالله عليك. هتصنع يا باشا. ماشي يا سيدي. مين الشاعر صاحب المعلقة اللي مطلعها إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه؟ بتبص لي ليه التنين اللي هيجاوب اول واحد؟ جاوبت النيه. اذا ايه يا مؤمن اذا الشعريه؟ إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه. انت الشعر ده قديم خلي بالك. لا ما هو بالله عليك ما دام فيها يدنس ديت يبقى الشعر ده قديم. انت بتتكلم يدنس بجد ده. والله؟ يعني بيدنس بيبوظ حاجه صح؟ انت بجد التدنيس ده اللي عجبتني هو ابهرتني. التبويظ. يدنس امم ارضه. اه الشعر ده اللي هو اغتصبوه قبل كده حاجه زي كده. يدنس ارضه حاجه زي الحوار ده انا عارفه. معاك 5 ثواني يا تنين. يدنس ارضه يدنس ارضه. انت زعلان على 50 جنيه انا عارف، بس يلا الحوار كبير. اديني اجابه. المعرة صاحبي. ابو سلمان المعرة. هو لازم يبقى حاجه يا مالتي يا معرة. عشان ارضوه. ايوه الحوار كبير. خش يا فيلسوف الشعر يا دنجوان الغلابه. جاوب يا زميرة اجابتك. يا زميرة مالك؟ مش عارف يا مؤمن. هو انت ليه مش عارف؟ بتبين لي قوي ان انت مش عارف. يعني شوف اي شعر. ايه؟ ما اعرفش والله ما اعرفش. انت حافظ واحد كده. يعني ايه حافظ واحد؟ تكون متنبس اسم شعر. بس مش هو. متلبي صح. المتنبي. ماشي. اجابتك يا امير. نقول عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم. الاجابه الصحيحه الشاعر اخويا وحبيبي وعم عيالي احمد زويل. لا ده ايه؟ ايوه احمد زويل. نجيب محفوظ. يا ابني ارحمني بقى يا ابني. بروكو. ايه؟ الاجابه السماوأل. السماء. تسمع عنه؟ لا بص خليك ولا أنا حافظه والله. بقى عشان لما يجي قريب شعر السنة بعد ونص. كده انت فاهم تقول اسمه، يعني ما تتزنقش في حاجه، فخليك فاكره بقى. بكلمك بجد والله. حاضر. انا خلاص راح الجيش فانا بنسى الحاجات اللي احنا فيها. كده الحمد لله ال50 جنيه راحت والخمس نقاط برضو راحوا. الحمد لله. الحمد لله مش عايزين غرامات، الدنيا بايظه انتوا عارفين. السؤال اللي جاي رياضه. 50 جنيه برضه. 50 جنيه يا خلاص باشا. بقى ايه خلاص ده كانت مره كده وانا عبيط. اه حد عايز يستخدم كارت؟ احنا في السؤال ال15. لا نستخدم في حاجه. انا استخدم المحرجه صح. الايه؟ المحرجه. المحرجه دي مفيش حاجه اسمها محرجه. حرجه ده. ده حرام. والله اللي دخله مدرسه ظلم. اقرا لنا الكارت ده بقى بيقول ايه؟ قلنا بيعمل ايه؟ المحرجه. الكارت ده بيخلي صاحبه لو هو اقرب حاجه، لو هو اقرب اجابه يعني شبر بياخد 2 بونت كانها طص. حلو ماشي. السؤال بيقول مين اكتر منتخب فاز بكاس اوروبا؟ هو مش المفروض انا برضو اللي احدد مين حدد يا باشا. عمرو؟ حدد يعني انت حوش، يعني هتحس ان هو السؤال يعني سهل قوي.
خلينا نبدا بالتنين. ماشي سمعت الزم. انت. ماشي، بعدها انا، بعدها حبيبي. الزمير. يلا يا باشا ودي. اكتر منتخب فاز اوروبا. اسبانيا. عاجبك كده؟ صاحبي الكارت راح عليك يا صاحبي، عشان انت جبتها تص. عشان هي اجابه صحيحه. تصل الله عليك يا تنين. الاجابه اسبانيا والمانيا 3 مرات لكل منتخب. طب يعني هو كان لازم يقول كده الاثنين. لا، يقول اي منتخب منهم. ايه ده؟ استاذ عمرو عدي الحوار، مشي الدنيا. هو كده السكور كام بقى عشان كده السكور التنين بقى 8، الامير 4 وزميره 2. ماشي. لازم السؤال اللي جاي جغرافيا. حد عايز يستخدم كارت؟ يلا يا باشا الضعف. الضعف تعالى خش عليه. ماشي، هقرا لك الضعف. الضعف الكارت ده بيخلي صاحب الكارت ياخد ضعف الرقم اللي هياخده من السؤال ده. ايا يكن بقى، سواء بالاجابه او بالسلب. لا، بالسلب. عادي، هو الضعف في كل الحالات، في 2 يا باشا. ماشي ماشي. يعني ايه بقى مش فاهم يعني لو جبتها طصة هاخد 4. ماشي تمام. كده فهم؟ فهم. ماشي. السؤال بيقول انا هبدأ بعدها. عايز انت زميرة ماشي صح. بعدها التنين. ماشي. ايه هي عاصمة دولة الدنمارك؟ الدنمارك. 5 ثواني يا امير. نقول بوستن. بوستن. اي رزق. اللي بعده ودي. بسم الله الرحمن الرحيم بقى، خلي بالك بقى من نفسك. ودي اي حاجة. شوفك ليه والله خلي بالك. هيسمعونا. حبيبي، انت كده كده مسموع. والله والله. كده كده صوتك بيبقى باين. هيسمعونا. يعني هو انت لو مش مسموع مش متشاف يعني ولا ايه؟ صح. انا اسف، انا اسف ان انا قلت لك معلومه زي دي. كده زميره مش عارف الاجابه. التنين اجابتك اتينا. لسه في اليونان ده ما جاش. لسه قاعد هناك. لا، هو بيقولها اتينا، خدت بالك؟ اتينا. يعني اللغه على اليتا، انت فاهم؟ أليتا. اليتا هاتينا، هتلاقي الحوار قريب. ده بعيد خالص يا صاحبي. الاجابه كوبنهاجن. 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 كنت عارفها يا عم. والله. طب ايه لك ايه ما رجعتش جغرافيا. سبت للاسف مش هنقص حد. حبيبي يا مو. استخدم كارت بقى. السؤال اللي جاي تاريخ. هو عايز لا يستخدم. تاريخ لا. بلاش. خلينا في الرياضة إن نستخدم الحاجات دي. ما انت ممكن تجيب تاريخ قريب، شوف لو في كارت يساعدك في ماشي. الحاجات دي. حفرة. ماشي. الكارت ده لو صاحبه إجابة صحيحة بنجمع كل النقط ونقسمها على اللاعبين اللي بالتساوي. يعني لو جاوبت السؤال ده صح او كنت جابها انت شبر. اقرب واحد ليه، هنجمع كل النقط وهنقسمهم عليه. مين اللي هيجاوب عليه الاول؟ اللي هيجاوب عليه انت تنين. استخدمت كارت صح؟ ماشي، نخلي التنين عشان بعدها نبقى زميرة ممكن بعدها عمرو. بيقول لك يا تنين، السؤال ده سألناه قبل كده بس انت مش هتجاوب. سبحان الله يا حبيبي. في اي سنة وقعت الثورة الفرنسية؟ فاكروا السؤال؟ بتاعت الثورة الفرنسية. ما هي الثورة الفرنسية بتاعت مين؟ بتاعت الثورة الفرنسية 1800. يلا باشا. يلا. آه. لو منك اسأله انهي ثورة، لان في ثورات كتير اتعملت هنا. يلا يا تنين. 1911. دي كانت بتاعتنا، دي بتاعت الضباط. دي هتلاقيها في الحدود دي، انا قايل كده انت فاهم بالواية. مين اللي بعده؟ يا زمير 1800 صح. وكام؟ خليك قريب منه، خليك قريب منه. ولا 1800 بس؟ 1800 بس. إجابتك يا أمير. وهو قال 1911. 1911. نخلينا 1880. 1880. الإجابة الصحيحة 1789. أنا أقرب واحد. هو الأقرب. حلو حلو حلو. انا عامه كنت عايز البوينت تروح له او انا اللي اكسب يعني عشان نتساوي. دي حلو كده، احنا ستارتنج بوينت بقى. كده احنا كان معانا 2 و4 و8.
يعني كده معانا 14 نقطة. 14 نقطة لو قسمناهم على التلاتة نقول كل واحد ياخد 5 نقط. خليها 15. فالسكور هيبقى 5-5-5. عاش الله ينور عليك حبيبي. يا زميرة فخر أبي. انت بص متضايق ازاي؟ والله ده بيولع من جوه ده. بص لو كان قالها كان عدى. ستيوبت. يعني ايه ستيوب؟ بلاش اقول بقى عشان البرنامج. بعد كده عايزين نيجي عمرو بالكواتن المسطره صح. قلت بالايه؟ لك نيجو كده من الحلقه اللي فاتت، عملت لي فيها قلت لي عشان خاطر استاذ مؤمن وعايزين بالإيه؟ نشرفوا كباتن سلسلتين مسطره يا صاحبي. مسطرة. سلسلتين فضه كده. اجيب ترتين. الكردان يعني. يا صاحبي خالص. بقول ده لك انا هيجي المره برضه الجايه. ايه انت برضه هنا كده بس انت فاهم اخوك مش سكته الكلام ده. انت ولا عشان نعدي الحلقه. يلا بينا. يلا يا صاحبي. احنا بطبيعتنا حاجه طبيعي يكسب. السؤال اللي جاي علوم. هبدأ حد أنا؟ عايز يستخدم كارت؟ استنى ده ايه؟ نخليه. يلا بينا عليكم على البلي. الكارت ده بيخلي صاحبه لو جاوب صح ياخد 2 بوينت من كل لاعب معاه، ولو جاوب غلط بيتاخد منه بوينت وتروح للشخص اللي جاوب. فهمنا السؤال. اتكلم. انا هبدأ، بعدها زميرة، بعدها التنين. السؤال بيقول ايه هو السائل اللي بيتكون منه اغلب جسم الانسان؟ المية. المية. طصة. اجابة صحيحة. زمير هينقص 2 هيبقى 3، والتنين هينقص 2 هيبقى 3، والامير هياخد 4 هيبقى 9. ده الامير عدى الفقر. ما امير بقى باشا وكده. السؤال اللي جاي جغرافي. حد عايز يجاوب؟ حد عايز نبدأ ينزل كارت؟ بالتنين. مش عمرو زعلان خلي بالك. بالتنين. استخدم الكارت ده صح. الكارت ده بيقول ايه؟ كارت عينه صح. بيقول ايه؟ الكارت ده بيخلي صاحبه ياخد اختيارات لإجابة السؤال هو ومحدش خلاص يقدر ما- يجاوب غيره. ماشي. هو السؤال ليه هو بس. السؤال بيقول ايه هو اكبر محيط في العالم؟ الأطلنطي. الاختيارات: المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط الاطلنطي. يا ريتك ما اخترت لعبة السؤال ده. المحيط الهادي صح. اوف اوف واو. اوف جابها. العب يا تنين. إجابة صحيحة. التنين يعود تاني للمركز ده منين؟ أو النقطة ال5، هنسيب. والأمير 9 أفضل. زميرة 3. كسبان. أنا كام كده يا صاحبي؟ 5. أنت 5 صاحبي. سبت اخترت روتك مين للآخر زمان؟ انت. عايز ارمي يا عم والله. السؤال اللي جاي تقصيد يا مؤمن. إيه؟ تقسيط. تسقيط. تسقيط. أنا كنت بتلخبط فيها غلط. ما تسقيط قلتش صح. تقسيط. أنت قلت إيه؟ تقسيط. تسقيط. عايز السايت يعني. لا هنا والله. تسقيط. السؤال ده بيقول إيه يا زمير؟ الكارت ده بيخلي صاحبي ياخد 4 بونت لو جاب صح. وايه يا لهوي. مش عايز اطلع بسيف. الحوار كبير كده. هو ده موضوع كبير. ده هينقص 3 درجات. طب هتستخدم كارت تاني ولا تعمل ايه؟ العروسه مؤمن. الكارت ده بيقول إيه؟ ده بيخلي صاحبه لو جاب يبقى نفس النقط الاعلى سكور يعني في تبقى اللعبة قدي مثلا. في وقت الصيد. ودة استخدم العروسة. مين اللي هيجاوب الأول؟ هو السؤال ايه؟ السؤال جغرافيا ومحدش هيجاوبه خالص. لا طب نرجع بالعروسه تاني. لا خلاص. كارت اتسحب يابا. خلاص يا باشا خلاص. العروسه خلاص راحت بص تسحب نبدأ نصيبها. نبدأ بالتنين، بعدها انا، بعدها يا عم لا أنت ولا التنين صاحبي. ولا. عيب عليك بس. ماشي. اسرع. سيبها على الله. السؤال بيقول ايه هي عاصمة دولة الأرجنتين؟ ميسي. هو بطل وكل حاجة بس مش للدرجة دي يعني. هو راجل دولة فعلا، بس احنا عايزين عاصمة بقى، عايزين عاصمة مدينة. الأرجنتين. والله اسمي ما عارف اقراه. بس صدقني هي سهلة، أنا مش فاكرها فعلا. يا عم بس هي- سهلة ايه بس والله. يا عم، والله ما عارف اقراه، مكونة من كلمتين كده وحاجة صعبة يعني. أرجنتين. بنك بون. ايه؟ شينج يونج. شينج شونج. بيرد على بعض. مش اتفقنا ان دي عاصمة اليابان خلاص؟ يا صعب خلاص. او عاصمة الصين او اليابان إيه؟ الجنب بنك ده. بون. بنك. شينك بون. جل. عاصمة الأرجنتين. حوار كبير. ليه يا صاحبي عادي.
عاصمة الأرجنتين. طب قول لي الكلمتين اللي هو عايز يقولهم في بعض النظام. 5 ثواني اديني اجابتك. لا أولى لا دو لا تري. بسم الله الرحمن الرحيم. هتخطب عاصمة الأرجنتين يا صاحبي أمريكا الشمالية. لما بس أنا هتيجي. زميرة اجابتك. عمرو اللي هو عمرو التاني. أنت يا صاحبي عمرو أنت التاني. بقى قول أمريكا الجنوبية بقى. عايز ان انا اجاوب الاول. انت اللي قلت صح التاني. هل هو التاني ولا؟ عاصمة الارجنتين تعرف بيتعاملوا بايه هناك؟ بالبيزو. بالبيزو؟ لا ما أعرفش البيزو. أنا أعرف الجنيه المصري صح. لا ماشي. احسن ناس احسن ناس. اديني بقى العاصمة. كده. ما انت بتقول معلومات يعني اديك نقط عليها. مثلا المفروض يعني كل لا خميس. معلومة عامة دي اي حد عارفها. بجد؟ التنين كان عارفها. عملتهم على فكرة واقعة جدا، يعني هم دلوقتي بيستخدموها ان هم يرسموا عليها لان هي ارخص من الورق. يعني فاهم؟ يعني الجنيه ده مثلا ممكن تلاقيه بيجيب لك مثلا 1000 بيزو ولا حاجة. يعني طب عايزين نجاوب عشان نخش بالأسئلة التانية عشان عندنا أكل عيش الصبح. مش عارف هو بيكتر ليه. رايحين نسترزق برضه نجيب لنا ملمين عشان نعرف عم، مواصلات البرنامج. انت هتتماينس عشان رغيت. ليه؟ ايوه طب الله ينور استنى، عليك. طب يا أجاوب. عم ملخص كده انت فاهم. مش فاهم رغى على كتير طول بجد. قصب. هو بقى اللي هيجيبها العبقري بتاعنا. جاوب يلا عاصمة يا امير. الأرجنتين. هتديني اجابة ولا ما عندكش؟ نقول بيزو كراني اي حاجة. اجابتك يا زميرة سيزيني. ايه؟ ما اعرفش. مفيش اي حاجة خالص؟ لا. ولا أنت حاجة مش ولا عارف حاجة؟ تقولها. والله ما عارف اقراها أهو. والله. انا بفكر لا ابعتها لكم على الواتس. بجد نكتبها على الشاشة عشان الجرافيكس. عشان خاطر طب قول لنا كده، قول لي اول حرف او حرفين. ب واو ي نون سين. بيانكو. دي كلمة. دي أول كلمة. بيانس يعني ولا كانت ايه؟ بيانوس. بيونس. ماشي. بيونس لا ما اعرفهاش الصراحة. هو مش لا عارف ده الكلمة لسه أصلا ده لسه في في نص في تاني. في ايوه وأنا في ما نص قلتهاش تاني. صح أصلا. في نص تاني ماشي. ايرس النص التاني ايرس. بيونس ايس. ايس ده حاجة. لا مش ايرس. دماغك مش الكريستال ده لا. مش هتكلم خالص. خلاص بقى. تفتحش بقك. كده صح. هيحلوا لك في الجيش هتبقى شغلانتك شغلان. ما تودينيش بقى تخلينيش اروح بكره يبقى. المهم يعني هنكتب لكم الاسم بتاع العاصمة دي عشان منع انت الإحراج. ابعت لنا اللوكيشن بتاعك. هبعت لك اللوكيشن. بس لو حابين نروحوا برضه انت كده يعني. حاضر يا زلمة. يلا توكل اسمها على الله في السؤال بيونس التاني. ايرس تقريبا. خلاص بقى انت شكرا كده. خلاص ماشي. ما انا معايا بقى كارت الايه؟ اللي هيكسبني. وريني. اوكي كارت السؤال اللي جاي تاريخ خلي بالك، فلو عايز تستخدم كارت استخدمه. الميزه دي اللي هظبط مع الدنيا لما اخلص الحلقه. يا صاحبي سؤال تاريخ. اه نبدأ بزمرة ثم التنين ثم أنا. ماشي. السؤال بيقول في أي سنة تم اكتشاف البترول تجاريا في السعودية؟ وبعدين يا زمير سيد الرئيس. والله ما عملت حاجه. والله العظيم ما باشا. مالك يا زميرة في ايه؟ 1915. 1915. مين اللي بعده؟ التنين. انا صح. إجابتك يا تنين. 1837. 1837. هنخش في النص بقى نقول 1860. الإجابة الصحيحة ملك الشبر، أكبر كف إيد في أبيس الأولى، زميرة 1938. فكده معانا زميرة هياخد. كنت رامي العروسه. ما انت لا، ما جبتهاش في العروسة الدور ده. العروسه دي اما تروح تبقى ثانية، هو أصلا رماه وضاع عليه ده. لا العروسه لسه ما اترماش زي ما رمينا. رمى الكارت التاني وضاع عليه. غيرت التقسيم. اه كده زميرة هياخد نقطة هيبقى 4، والتنين ماينس. هيتاخد منه نقطة هيبقى 4، والأمير 8. نايس. كلمة عايزين حاجه في السلنكتيه كده، عايز ارمي الموزه. الموزة دي. السؤال اللي جاي شعر ومراجعة، وقلناه قبل كده. الشعر ده ما بيجيش يا مؤمن خالص. ما هو بصراحة ما حدش هيجي. كان اسمه عمرو ايه؟ السمنلوي. حلو بس
لا السمبل. مين اللي هيجاوب على السؤال يا امير؟ نبدأ بالتنين بعدها زميرة وانا التالت. السؤال بيقول مين الشاعر صاحب ديوان الحماسة؟ لا مش اللي في دماغك. لا مش هو. صح مش كابونجا ده شاعر. بقول له ما هو بقى عشان يا عم هو قصدي على شعر الغية كان مع كابونجا برضه، شاعر الغي. اللي هو بيقول لك ولا اي على وصح خلاص صح بس بقى في برنامج محترم. ماشي صح. الحماسي. اسم الشخص ده يعني؟ لا الشعر اسمه الحماسي صح؟ ديوان اسمه الحماسة. حماسي. يقول لك تعالى حماسة بس. ايه طيب انت. المتنبي صاحبي. ماشي صح. زميرة اجابتك ما اعرفش. خالص؟ والله ما انا يا باشا. هتتماينص فاقول اسم شاعر وخلاص. ايوه انت كده بعد واحد بجد عن والله الاجابة. احسن لك يعني ممكن تبقى اقرب منه. فانت ارمي اي اسم شاعر احمد اي شلبي اسم اللي احنا بنقوله على طول ده. قول. ما مش ايش. اديني اجابة في ولا مفيش؟ ما فيش يا صح. مفيش. اجابتك يا امير؟ نقول احمد شلبي صح. هو انت ليه بتحب تجاوب في دور غير دورك؟ ما كان معاك وبتحال عليك تجاوب. ماشي صح عشان ما تمنيص. ماينس انت بتقولها ايه؟ ما تمنيص. مانياس. انا عمري ما اتماشي على حد غيرك يا تيمور. ده انت نسيوه. اسندني يا تيمور عشان الكعبل بتاعي اتكسر. بقول اقوم انا بقى واسيبهم لوحدهم. حاسس ان جيت في وقت غلط. حلوه اتماشي على حد غيرك دي. نقول عمرو بن كلثوم. عمرو ابن لا بس ابن ثواني ابن ممكن كلثوم. اغير ولا خلاص يا عم انت يعني لو غيرت اصل ما كانش هتجيبها. فيه دواوين تقريبا على. يعني هو تقريبا هتلاقيه مثلا صاحب ديوان ايليا الحماسة ايليا ابو ماضي مثلا. هو ابو تمام. ده قلناه قبل كده. بجد والله. ماشي يا مؤمن اللي بعده. خلينا في الرياضه بقى عشان ننزل العروس. فاضل سؤالين على نهاية الحلقة. يلا بينا. العروسه يا صاحبي. الموزة هتنزل كده والدنيا هتخرب. العروسه ده بيخلي صاحبه لو جاب يبقى نفس نقط على سكور في اللعبه وقت الصيف. ماشي يلا بينا. السؤال قلت ايه؟ يعني لسه هو سؤال رياضة؟ ثقافة كده. ثقافة. خلاص هبدأ انا بعدها التنين بعدها زمير. طب انا المفروض اجيب 9. طب ما انا عشان كده خليتك اخر واحد. حبيبي. السؤال بيقول ايه الحيوان اللي بيدخل في شعار دولة استراليا؟ الكانجرو. هو قال التنين بعدين. يا ابني لا خلاص انا جاوبت هي إجابة صح. صحيحة. طب صح. واحسن بتقول بقول لك الحق يا عم. فيلسوف الطب. شاكيو سانك واتنو. اكلك بضهر جديدة. الكونغر إجابة صحيحة وكده الأمير بقى 10. لا ينور حبيبي. بسم الله ما شاء الله. الصلاة على النبي بقى انا هرمي الموزة. يلا بينا. اقرا لنا طب هتعمل ايه؟ الكارت ده بيخلي صاحبه ياخد اجمالي النقاط اللي مع اللاعبين الاخرين بدون ما ينقصوا هم في حالة انه جاوب على السؤال الصح. ماشي. وانت استخدمت كروتك ثانية، خلاص؟ ده من غير ما احنا ننقص يعني هو بياخد ارقامنا بس احنا بدون ما احنا ننقص. ماشي. يلا عموما عشان عايز انام. ماشي. هو كده آخر سؤال في الحلقة. ماشي. السؤال ايه؟ السؤال تاريخ هنبدأ انا بقى بالتنين وبعدها زميرة وبعدها أنا. يا رب جاهز؟ يا رب انا عشان تعرف إن الغباء. املك. هنبدأ بالتنين بعدها زميرة بعدها. نبدأ بالتنين وبعدها زميرة انا وبعدها رميت الموزة خلي بالك. بس ده الموز ده لازم يجاوب صح. طيب لا يا باشا حتى لو جاوب وجابه قريب هو كان أقرب واحد ليه عادي. ان شاء الله اجاوب انا بواحد. هو مكتوب جاوب على بينا. السؤال ده صح. خش في الموضوع على ماشي. طول. يلا من ابيس 7 يا اصل صاحبي. هو جايب وانا بصراحة بكوسها بس مش عايز اقول ان انا بكوسها. ماشي. اظبط الدنيا يا استاذ مامي. بظبط معاك الدنيا اسكت بقى انت. اللي خلق ورب يلا. اللي خلقني تجيها. عشان الناس بس ما تقولش ان انا منحاز ليك. حبيبي صاحبي. يعني ايه منحاز ليك او منحاز يعني بشجعه يعني واخد اتجاه. ايوه طب قولها سيبها بالعربي. على الله صح. ان شاء سيبها على الله. الله. اللي فاتها ماشي بتغرق. يلا يا مؤمن اللي فيها التنين ما بتغرقش. انت بتقول ايه يا كبرياء؟ اللي
المركب يا انا انزل المركب اللي فيها التنين ما بتغرق. ماشي صح ماشي. قصدي كده. السؤال بيقول في اي سنه، لا سنه ايه، ادينا اي دوله، ادينا حاجه مصر يعني انت بتجاوب ما هي في مصر. ماشي صح. في اي سنه قامت الثوره العربيه بتاعت احمد عرابي؟ حبيبي. يا نهار اسود مش عارف. بس بالمودنا عشان اسم. والله ما اعرف. سيبه خليه يسيح. الثورة العربية 1 hour later. 1900. طب ايه طيب ايه ثواني بس. وبعدين طيب وربنا ما واخد بالي منه. ماشي ماشي. وربنا ما واخد بالي منه. يلا. انا بجمع بس. بتجمع ماشي جمع. الثورة العربية 1900. 70 بقى. لا 70 مين؟ اديني اجابتك يلا دلوقتي حالا. 1920 صح. 1920. مين اللي بعده؟ 1970. 1970. 1919. 1919. يا رب خدني يا رب قبل ما اجاوب على السؤال ده. 2012. يعني جاب السؤال ده في الاربعينات. الإجابة 1881. حلو يلا مين يعني انا كده اعرف واحد؟ لا يا حبيبي هو لا 1919 ليه يا صاحبي مالك بس كده. هو ده الاكشن. كان في مسمار ولا ايه؟ ازاي يا جدعان 1900 انت ما تقلى شويه يا عمرو، كنا خدنا الموزه يا عمرو. ما انا اديتها لك. لا خدنا الموزه يعني خدنا النقاط فيها يعني، ما تفهمنيش غلط يا استاذ عمرو. كده الأمير 11 ميت من الفرحه. ازاي طول والله. ما انت ليك حق تعرف ان انت ناجح، دي اول معلومه هديها لكم. مين يحقد عليك يا ابني؟ مين؟ كده انت مش شايف النتيجة النهائية للحلقة زميرة 3. ليه يا ماما؟ لأن أنت هتنقص، ما أنت هتنقص عشان أنت أبعد واحد عن الإجابة دي. ماشي يا ماما انت شايف اصل النقط. والأمير بقى 11 والتنين 4. 4. الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل والف الف. والحمد لله على ال3 بونت. والله انا جاوبت ياما، انا قلت اسبانيا، انا خربت الدنيا في اول الحلقه، مش عارف انا ايه اللي دار معايا. أنت العين عندنا من ساعه ما اعرف ان انا بصور برنامج والدنيا خربت. ما بقاش فيه متصيد غيري ولا ايه؟ اهم حاجه ما تنسوش الفولو والسبسكرايب عشان معيش فلوس وعايز الم بالدولار. أهم حاجة في نهاية الحلقة الشخص الكسبان بيدي نصيحة للناس. نصيحة ايه؟ انا مبسوط ان انا كسبت يعني اول حلقة تقريبا البرنامج بعد 4 مرات. يا عم الحمد لله. ما تزعلش بقى يا عمرو بداية مرات مبشرة يا أستاذ عمرو. عشان انا اللي مكسبك. خلي بالك مين؟ عشان بجد؟ معايا. عملت ايه انت معاك؟ انا كنا بنساعد بقى، كنت انت بتغششني غلط فانت بتجيب النتيجه صح. انت كمان كنتش بتساعدني. انت بتبوظها. وعدوا 30 ثانية، أنا عارف ما حدش هيتفرج بس عدوا 30 ثانية عشان تحسب مشاهدة صح كده يا أستاذ عمرو؟ لا بس لازم تعدي ال 90 ثانية صح؟ 3 دقايق. 3 دقايق دول 90 ثانية. 3 دقايق دولت كام ثانية؟ الدقيقة 60 نضرب 60 3 في 60 ب 3 في 6 ب 18. 3 في 6 ب 18. 180. 180 كده صح. 118 دي معلش عز 180. وبعدين قصدك إيه برضو آه، يعني يعني ما فهمتش. يعني إن هم يعدوا عشان تتحسب مشاهدة. مش هتخسر حاجة. كنا موقف حصل لك مع التنين وانتوا شغالين في مرة حاجة. قبل كده كنا بننزل رمله من والله العظيم بجد والله بجد كنا بننزل رمله من الدور الخامس، فالمهم الغفير اللي تحت قال لك ايه محدش حصل. ينزل في الاسانسير. فالمهم انا كنت رايح اصلا كنت خلعان من الشغل عشان هو قال لي انا عايز حد يساعدني. يعني شغال ايوه انا آه. شغال شغلانه. فايه قام رايح فعمرو كل شويه يقول لي ايه يا عم احنا ننزل على السلم عشان محدش يشوفنا يقول له. فقوم رايح نزل الدور الرابع وصاحب الاسانسير حاطط الطوب فيه ونازل، والاقي ده نزل من على السلم طالع عينه ونزل حطيته وطلعت وجبت حطيته في الاسانسير ونزلت تاني. يقول لي يا عم بالله عليك بالله عليك مش عايز اتمشى بالشغلانه، اول شغلانه تجيلي في حياتي. اول شغلانه بتاعت ردم مبسوط قوي مبسوط ان انت شغلت ردم. ما كانش والله كان ردم كان متكسر مهدود. صاحبي الايد الشقانة كسبانة صاحبي. الناس ما مش عيب ان انا اشتغل في ردم، العيب ان انا اقعد. طب ما كلنا شقيانين العيب ان انا اقول لي ده اديني وده اديني. كله بيقولوا كلمتين حلوين. لا حتى مش كله بيقول يا حتى صاحبي. بتاع بابي بيقول الكلمه دي.
ايه اللي بتاع بابي ومامي؟ يعني هتجيب الايد دي لا مؤاخذة استاذ مؤمن لايد اي حد تاني؟ ها؟ في حلقات جايه. اخويا ورب اللي خلقنا. ايوه. فالمهم نزلنا الردم كله بعد ما اخر حاجه قام رايح الراجل قافش قال له هو انتوا بتنزلوا؟ قلت له والله اول مره. كان كافر. كان اي حد يقول له والله مش عارف ايه. ما لو ما عملتش كده كان قال أيوة. لنا هيرجع الردم يطلعه في الاسانسير ويقول لك حطه على السلم تاني. ده ايه العبط ده؟ ما خلاص هو نزل بقى. ما هو هيقل بقى الراجل كان تلاتاتي. لا ده صعب خالص. خالص خالص. بس المهم اللي هو كان اول شغلانه كان بيقول لي بالله عليك. بس اقول لك على حاجه مش بتاع شغل، بجد ما انصحكش ما تقعد معاه يجيش في منه شغلانة. يعني. الكلام ده بجد؟ بس ده بقى طب انت ليه بتقول عليه كده صنايع طيب؟ مطابخ ليه على بت... كيف ليه كيفك. بتقول عليه يعني كده؟ اي ما ايه خلاص ليه ما انت ليه قلت ما كده؟ تاخدوش معاك في ليه شغلانه، انت بتقول عليه جرست كده؟ الراجل. بقول عليه كده في ايه؟ اللي هو ما تاخدوش معاك في شغل. كنت باخده الشغل ما بيشتغلش، تاني قاعد طول النهار انت فاهم، شاي في سجاير في قهوه. سجاري والله ما بشرب. والله عمري ما حطيتها في بقي. انت ايه يا ابني تبص الدنيا. والله ما بشرب. والله يا عم السيد ما بيشربش. اهو لا. مؤمن انا اهو. ما بشرب سجاير، انا بس اللي بهزر مع محمد عشان محمد حبيب قلبي، وربنا يعدله يعمل على خير كده ويخلص جيش على خير يا رب. دفعه 1/6/2026 والتعبان في الدرج واحد وواحد على البرج. وبعت له من ابيس الاولى.